انتقل للسلبية الثانية واشتغل عليها. ودائما لازم انا اعرف ان التغيير يحتاج الى وقت، التغيير يحتاج الى المهارات. ايش اسمك؟ ابتهال سليمان. الله يحييك يا ابتهال. ليه انت من وين؟ من وين يا ابتهال؟ من وين يا ابتهال انت؟ كيف اتعامل مع الاخوان المتحكمين بقرارات شخصية؟ ادرسي اول شيء. شوفي يا حصة، شوفي يا حصة، اول شيء احيانا الواحد بيكون بعاطفته، يفكر بالعاطفة، فينظر لتعامل الأخوان أو كلام الأخوان إنه إيش؟ إنه تحكم فيك أو تحكم في قراراتك أو في أمورك الشخصية. قبل لا تحكمين بهذا الشيء، ابعدوا العاطفة عن الموضوع هذا. اللي أنا أبغاه منكم إنكم تفكرون بعقلكم. فاجلسي يا حصة، اجلسي يا حصة وفكري بعقل. قولي، ادرسي القرارات أو التدخلات اللي جالسين يتدخلونها بعقلك وليس بقلبك. شوفي هل هم فعلا صحيحين في قراراتهم وفي كلامهم اللي جالسين يقولونه أم لا. ليش؟ لأن سبحان الله يعني اللي أكبر منك دائما يكون عندهم خلفية، يكون عندهم دراية بالموضوع أكثر. فأنت تتوقعين أنهم مثلا يظلمونك بهذا الشيء، وهم أكيد أنهم إيش؟ جالسين خايفين عليك من شيء معين. كيف يا حصة؟ هم أكبر منك؟ طيب هم أكبر منك إخوانك؟ هل هم أكبر منك؟ طيب لازم أنا. طيب أنت الكبيرة ولا هم؟ طيب يعني أنت ما أنت الكبيرة، ما أنت الكبيرة يا حصة. ليش طيب يا حصة تقولين عنهم كذا؟ يمكن كلامهم منطقي، يمكن ما تدرين. طيب اي طيب نقدم استشارة اللي موجودين هنا. أمك كبيرة سن، فما المفروض إنها يعني ما أدخلها في المواضيع، ما أدخلها في المشاكل. ليش اللي زوجك يضربك؟ طيب اطلعي قست يا. عموما بقفل الحين خلاص، وإن شاء الله برجع أفتح بعد الفجر. تمام، بس اللي موجودين معانا أتمنى أنكم تطلعوا معانا. تمام، لأن الحين الأغلبية يعني كل وقت صلاة. تمام، يلا بس بقفل معاكم الحين، وبإذن الله هرجع بعد الفجر. يلا.